واحد جاي ناط كده ظهر له لايف جديد داري يكتب له كومنت تافه، الطلبه دي وحظر في اخلاقه، ما ينفع معانا نهائي. لانه في ناس يا اخوانا بيفتكروا انه مثلا اي بنت قاعده في الميديا دي هي مثلا بيكونوا هم لاقوا انواع كده غريبين، انا فاهمه، بيفتكروا كل البنات زيهم. لا 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 لا، احنا ما كلنا واحد، زي ما انتوا الرجال ما كلكم واحد. في ناس محترمه، ناس اولاد، ناس بتاع ما قاعدين في الميديا ما عاد تيجي تكتب اي كومنت وحيكون مقبول. لايف ده هنا ما فوضى، اللايف ده هنا ما فوضى، اللايف ده ناس تحترم بعض، تقدر بعض. واهلا يا ناصر منور. فيتحذر يمشي طوالي، يتحذر يمشي طوالي. في ناس يا اخواننا بتكون قاعده في الميديا دي في شنو، واحد جه كتب لي كومنت كده سخيف وحذرته انا. ما تفتكروا انه الناس اللي قاعدين في الميديا دي كلهم هم ما بنات ناس، ولا انهم ناس ما محترمين، ولا انت تجي تفتكر انه حتكتب اي كومنت يمرروا لك، ولا انه ممكن انا اضحك فيه. لا لا، اذا انت ما بتعرف من هي ناريمان. انا عادي عندي وجوه كثيره ممكن اضحك واجامل واجبر الخواطر، لكن لو قمت انا زوله معروفه انا شنو، تمام؟ فبيبقى انه ما تفتكر اي واحده قاعده في الميديا انت ممكن تيجي تقول اي كلام ولا تكتب اي كومنت يتمرر. لا لا لا، انا وجودي في المنصه دي انتوا اخواني، ما شايفاكم غير انه نحن اسره واحده. انا ما شايفه غير انه اي واحد موجود هنا اخوي عديل، ما عندي اي فهم غير كده. فالمحبه اللي انا قاعده بادلكم ليها دي انتوا اخواني حبايبي بجد. لما اقول لكم انا بحبكم بجد انا بحبكم، عرفتوا؟ اخواني. واي زول متابعاني هنا برضو اخذ بالنسبه لي، ما اكتر ولا اقل يا اخواننا. فما في واحدين كده بيجوا عيانين داري يجي يكتب لك كومنت حيفتكر انه انت تتحذر. بس المنصه دي هنا ما بتتوسخ، المنصه دي للكومنتات المحترمه، للناس المحترمين، للناس الجميله، للناس المهذبه، لاولاد الناس. عدا ذلك بتتحذر، تتحذر. الحمد لله قاعدين 3 سنين في الميديا دي، وربنا يعني دايما ينزل علينا ستره. لا يوم شايف في فضايح كثيره حاصله في الميديا، وفي سكرينات وفي كلام وفي تفاهه وفي الفاظ. عمرنا ما تلفظنا، عمرنا ما قلنا ادبنا على زول، عمرنا ما رفعنا عيننا دي على زول. الحمد لله رب العالمين. نقعد هنا بنضحك ونتونس، نقفل اللايف ده بنمشي. انا بعد حاجه تحصل في المنصه دي هنا اللايف ده انتهى، تاني ما عندي حاجه نهائي. لا عندنا حقد على زول ولا بنكره زول ولا ابدا ابدا. الحمد لله رب العالمين. الناس لازم تفهم انه ما اي بنت لقيتها في الميديا معناتها انت ممكن تيجي تكتب لها اي كلام وهي حتمشيه، عرفتوا؟ الميديا دي يا اخوانا زي السوق، فيها الناس المحترمين، فيها غير المحترمين، فيها التافهين، فيها الحراميه، فيها اي شيء ممكن تتخيلوا، فيها الفاقد التربيه والاخلاق، فيها اولاد الناس، فيها المثقفين، فيها المتعلمين، فيها. انت بس تعرف تختار تمشي وين، ومحل تمشي ده بيغيموك حسب انت مشيت يعني. فاحنا بنعرف ما كل الشباب الموجودين في الميديا واحد، وكذلك ما كل البنات الموجودين في الميديا واحد. في بنات حدث ولا حرج، نحن ذاتنا كبنات مرات بنستحي بنخجل، وانتوا ذاتكم فيكم ناس اعوذ بالله. لكن في الناس المحترمه. اذا انا هنا الكوميونتي بتاعي ده منصتي، اكون حابه انه كل الموجودين معاي يكونوا بقدر المحبه والاحترام والتقدير، وناس اولاد ناس، ما اكتر من كده. اي زول غير كده انا ما بينفع معي نهائي، فهمتوا؟ لانه في ناس بيلاحقوا الناس في الخاص ودايرين يمشوا يجرجروا ويكتبوا مواضيع وامور الحاجات ده. انا الحمد لله ما عندي نهائي. منصه دي اللايف ده انتهى هنا. لا بجري لي زول في خاص، ولا في زول بيجري لي في خاص، ولا عندنا الامور دي، ولا تفاهه هنا. كومنتات ما حلوه بتجي، امور دي انا حاسمها تماما. ففرصه زي دي انا ما بديها لزول ولا بديها في منصه نهائي. فاللي حريص انه يكون موجود في لايفي يلتزم بالادب، بحدود الادب. اي كومنت خادش للحياه ولا فيه اهانه لجمهوري ولا لي انا ولا كلام ما ياهو حتتحظر، وانا ما بفك الحظر معروفه.
بيجوا ناس جارين لي بيلقوني في جستات في منصات تانية بخشوا لي عليك الله فك الحظر. ما بفك الحظر، انا زول حظرته معناته انت عملت حاجه، معناته انت عملت حاجه.